السلام عليكم خبتي، إن شاء الله تكونوا بخير. سنعود أقوى. رياض محرز يوجه رسالة مؤثرة للجماهير الجزائرية. حرص رياض محرز قائد المنتخب الجزائري على توجيه رسالة قوية ومليئة بالمعاني إلى جماهير الخضر عقب الإقصاء من كأس إفريقيا 2025 بعد الخسارة أمام منتخب نيجيريا بنتيجة 2-0 في مواجهة ربع النهائي التي أقيمت مساء السبت. ورغم نهاية المشوار عند هذا الدور إلا أن المنتخب الجزائري قدم بطولة قوية خاصة في مرحلة المجموعات، حيث بصم على علامة كاملة بعد 3 انتصارات متتالية، مؤكدا جاهزيته للمنافسة على اللقب. مشوار قوي قبل السقوط في الربع النهائي. استهل محاربو الصحراء البطولة بانتصار عريض أمام السودان 3-0، ثم تجاوزوا بوركينا فاسو 1-0 قبل إنهاء دور المجموعات بفوز مقنع على غينيا الاستوائية ب3-1. وفي دور ال16 نجح المنتخب الجزائري في انتزاع التأهل الصعب أمام كونغو الديمقراطية بهدف قاتل ليبلغ ربع النهائي الذي شكل محطة وداع في النسخة الحالية من العرس القاري. محرز فخور بالفريق وسننهض مجددا. وعبر حسابه الرسمي على الانستغرام عبر قائد الخضر عن مشاعر مختلطة بعد الإقصاء، مؤكدا فخره بالمجموعة، حيث كتب: رغم خيبة الأمل أشعر بفخر كبير بهذا الفريق وبهذه المجموعة، سواء في الأوقات الناجح أو خلال اللحظات الصعبة. كما خص محرز الجماهير الجزائرية برسالة شكر خاصة، واعدا بالعودة بقوة في الاستحقاقات المقبلة، قائلا: شكرا لجماهيرنا ولكل الشعب الجزائري على دعمكم المتواصل طوال البطولة. سنعود أقوى كما اعتدنا دائما. أرقام محرز في كأس إفريقيا. شارك رياض محرز في 6 نسخ من بطولة كأس إفريقيا: 2015، 2017، 2019، 2021، 2022 وأخيرا 2025، حيث خاض 24 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، وكان أحد أبرز نجوم التتويج الجزائر بلقب كان 2019 في مصر. وفي نسخة 2025 خاض محرز 4 مباريات بقميص الخضر، سجل خلالها 3 أهداف في 269 دقيقة لعب دون أن يقدم تمريرات حاسمة، فيما يرجح أن تكون آخر مشاركة له في البطولة القارية. نهاية البطولة وبداية مرحلة جديدة. رسالة محرز تعكس روح القائد داخل المنتخب الجزائري، وتؤكد أن الخروج من الكان لا يعني نهاية الطريق، بل محطة عابرة في مسار المنتخب يطمح للعودة بقوة في الاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها كأس العالم 2026. وأخيرا، هل تعتقد أن رياض محرز سيقود الجزائر لعودة قوية في المرحلة المقبلة، أم أن الوقت حان لفتح صفحة جديدة بجيل مختلف؟ لا تنسوني بآرائكم في التعليقات. سلام.